بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما هي الآلية الأكثر فاعلية لإدارة الحوار لتحقيق التوافق حول الدستور؟ أنا أعتقد أن يجب التواصل مع الجمعيات، المؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الأحزاب والنوادي اللي هي منتشرة في ربوع البلاد. يفترض أن تصير فيها حوارات ونقاشات وندوات علمية، وكذلك الجامعات لأن هذه الفئات المستهدفة، الفئات المتعلمة. طبعا الطلاب فئة شريحة كبيرة. لو الطلاب يفهموا يعني الدستور والنقاط الموجودة في الدستور، أنا متأكد حيتم فيها توافق إن شاء الله. بخصوص الآليات الأكثر فعالية لتحقيق التوافق بالنسبة للدستور، أعتقد أن البداية مفروض تكون فيه التوعية على مستوى الشارع. الناس لازم تكون فيه دورات تثقيفية، ورشات عمل عبر الإذاعة. طبعا وسائل الإعلام لازم يكون لها دور فعال جدا في تثقيف الناس بالدستور والهيكلية والطريقة. النقطة الأساسية ممكن الوحيدة اللي نحب نتطرق لها اللي هي مراعاة التخصص في اللجان اللي هي ممكن تكون حيكون عليها العاتق الكبير في الدستور هدايا. كمهتم بالقانون الدستوري، يجب أولا أن نعرف ما هو المقصود بدستور الدولة، وما هي أولويات احترام القواعد القانونية في الدولة. يجب أولا أن نعرف أن دستور الدولة له أولوية وعلو على سائر القواعد القانونية الموجودة في الدولة. فدستور الدولة كما يقول فقهاء القانون الدستوري يتربع على عرش القواعد القانونية الموجودة في الدولة. فترتيب القواعد القانونية يأتي دستور الدولة، ثم بعد ذلك القوانين العادية، فاللوائح، فالقرارات الفردية. أي أنه يجب أن تحترم القواعد القانونية الأدنى درجة من دستور الدولة التي ذكرت آنفا، ما هو موجود في دستور الدولة، ونضمن عدم مخالفة هذه القواعد القانونية لدستور الدولة، حتى نضمن احترام دستور الدولة وعلو هذا الدستور وسيادته على سائر القواعد القانونية الموجودة في الدولة. وهذا ما يطلق عليه بسمو دستور الدولة على سائر القواعد القانونية الموجودة في الدولة. كذلك يجب أن نفعل آلية قانونية تضمن احترام دستور الدولة عن طريق ما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين، سواء كانت رقابة سياسية أو رقابة قضائية. فهذه الرقابة هي آلية قانونية نضمن من خلالها أن تكون أحكام القانون متفقة مع دستور الدولة بلا تعارض بينهما. وهذان أمران مهمان جدا: سمو دستور الدولة، احترام دستور الدولة أو كفالة احترام دستور الدولة. كيف نستطيع أن نصل إلى هذا النضج المتكامل القانوني لوضع الدستور؟ لا يكون ذلك إلا عن طريق لجنة مختصة تنقل هموم الناس وتنقل أفكارهم وتنقل عقائدهم لتوضع في هذا الدستور. بالنسبة لمجال الدستور في ليبيا، أول شيء طبعا احنا فرحنا لما صار أو يعني صارت الانتخاب لجنة الستين يعني بطريقة الانتخاب، وهذه فرحنا بها هلبة لأنها تعبر حقيقة عن رأي المواطن الليبي، خاصة تتناسب مع المادة الثانية من الإعلان الدستوري والتي تقول الشعب مصدر السلطات. يعني لما نجو من هذه الناحية نرى بأن الشعب الليبي هو يساهم في لجنة الستين التي باعتبارها سلطة تأسيسية تساهم في وضع الدستور الذي يمثل عن آراء الشعب. أنا أريد أن تكون المادة الأولى في الدستور الليبي الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس، لا نستطيع أن نقول المصدر الوحيد. لماذا؟ لأننا أحيانا نكون بصدد واقعة أو منازعة فلا يمكننا في ذلك تطبيق الشريعة الإسلامية، فنقف وقفة المتفرج. نحن بحاجة إلى قوانين وضعية، بحاجة إلى مبادئ العدالة، لكن شريطة ألا تخالف هذه القوانين ما جاء به الدستور. ونحن نريد أن تكون مش مجرد مادة أولى فقط، نحن نريد أن تكون مادة أولى ومطبقة على المواد التي تليها، لأن الإسلام إذا أرادت ليبيا أن تنجح فعليها أن تتمسك بكتاب الله، ومن يتمسك بكتاب الله بالتأكيد لن يخسر. طبعا حق اللجوء إلى القضاء طبعا هذا من الحريات العامة ويجب أن يكون يتضمنه الدستور حسب وجهة نظري. أيضا مبادئ حل المنازعات، يعني مثلا التوفيق أو التحكيم أو الصلح، يعني تعتبر هذه
من القواعد التي يجب أن يتضمنها الدستور حقيقة استقلال الجيش الليبي استقلالية كاملة عن السلطة السياسية الحاكمة وخضوعها خضوع تام للدستور. هذه نقطة حتى هي مهمة يعني يجب أن تتوفر. عموما يعني ليبيا لا نخاف عليها، فيها كفاءات، فيها ناس متعلمة، فيها ناس كويسة، والشعب الليبي شعب طيب مبارك، وإن شاء الله ربي يعوضنا عن سنوات الحرمان اللي نحرمنا منها بفضل هالدكتاتور هذا، ونشوفوا ليبيا حلوة وجنينة، وبإذن الله تعاون مع بعضنا وتعاونوا على البر والتقوى، وبإذن الله حنشوفوا ليبيا بكل خير إن شاء الله، وحنشوفوا ليبيا إن شاء الله في العلالي، والله أكبر ولله الحمد، وعاشت ليبيا حرة به.